مرحبا بمتابعي قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. فيديو اليوم عن استخدامات الأندية الجزائرية والميركاتو الناري في البطولة الجزائرية وتسريحات اللاعبين من الأندية الجزائرية. كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، فتابعوه للأخير. ومن فضلكم قبل البدء في التفاصيل اشترك في القناة وإعجاب بالفيديو. إذن مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو. نبدأ أولا بميركاتو شبيبة القبائل. أولى استخدامات شبيبة القبائل هو اللاعب أحمد معمري من شباب قسنطينة، مدة العقد 3 سنوات. اللاعب مركزه ظهير أيسر. ثاني المستخدمين في الشبيبة هو الحارس شمس الدين رحماني، أيضا استخدم من شباب قسنطينة، مدة العقد 2 سنين. أما ثالث المستخدمين في الكناري هو رضوان بركان، لاعب استخدم من أولمبيك أقبو، مدة العقد 3 سنوات، مركز اللاعب مهاجم. والآن ننتقل إلى فريق شباب بلوزداد. أولى صفقات شباب بلوزداد هو المهاجم أسامة درفلو. أما ثاني المستخدمين في الشباب فهو وسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث، مدة العقد 2 سنين. وتم استخدام المدرب سفان فاندبروك. أما المسرحين من شباب بلوزداد فهو اللاعب سفيان بوشار، أينما تم الانتقال إلى فريق العربي الكويتي. والآن هيا بنا لننتقل إلى ميركاتو مولودية الجزائر. أول الاستخدامات في مولودية الجزائر هو محمد زوغرانا من كوت ديفوار، فريق أسيك ميموزا حتى عام 2027، مركز اللاعب وسط الميدان. أما ثاني المستخدمين في المولودية فهو المدافع الدولي السابق جمال الدين بلعمري، مدة عقده مع المولودية 2 سنين. أما فيما يخص اللاعبين المسرحين فهم اللاعب مصمودي واللاعب فرحاني، ومتوسط الميدان بن عبدي. والآن سننتقل إلى ميركاتو شباب قسنطينة. أول المستخدمين هو اللاعب ميصال مرباح من فريق اتحاد العاصمة، هو لاعب متوسط ميدان. وثاني المستخدمين هو أمير يحيى من فريق واد السوف. أما ثالث المستخدمين فهو أمين بن مصبيح من فريق شبيبة تيارت. رابع المستخدمين لشباب قسنطينة هو لاعب من رديف مولودية الجزائر بالقاسم الصرغين، مدة العقد 2 عام. أما استخدامات فريق بارادو فله استخدام واحد، وهو المدافع أيت عبد السلام، استخدم من شباب بلوزداد. والآن ننتقل إلى ميركاتو الفريق الصاعد للمحترف الأول نجم بن عكنون. المستخدم الأول هو اللاعب أنس عباس، مدافع شباب المشرية. أما المستخدم الثاني فهو الحارس محمد الأمين الزماموش الدولي السابق، استخدم من فريق اتحاد العاصمة. شكرا لمشاهدة الفيديو للأخير، من فضلك اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو لنستمر في النشر.